هاي يا حلوين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اختصار سريع بس على شغلة صارت من يومين. آخر يوم أنا بالمالديف، فكنا عم نسبح، وهيها كانت قاعدة في زي سنبد على المسبح دايركت. وماما بهذا الوقت اللي كنا إنه هيا في عم نسبح بنسمع ميوزك وإلى آخره، ماما كانت بالمساج عم تعمل مساج. فهيا كانت عم تصور ستوري، بس بتصور ستوري لها، فهي مش منتبهة إنه ماما رجعت من المساج. فماما يا علي يا حبيبتي رجعت وكانت ورا بالمرجحة عم تتمرجح ورا هي. فبتعرفوا مع ضربة الشمس، يعني احنا ماخدين برايفت فيلا يعني وسكون وهدوء. بتعرفوا هناك هيك كله فيلا، يعني لحالها، ما في انه غرف، فيلل. فهي عم بتصور ستوري مع ضربة الشمس. بتعرفوا السكرين بتكون، بتعرفوا مع ضربة الشمس مع السكرين، وهي بعادتها الله يسامحها يعني بتنزل ستوري وما بتشوف، يعني خلاص بتصور ستوري ما بتشوف شو صورت، بتنزل دايركت. فبعد ما صورت هذا الستوري طلعنا انه هي دايركت على جلسة المساج تبعتنا. قعدنا بالمساج تقريبا ساعة لبين ما رجعنا وقعدنا وغيرنا. فأنا فتحت السناب، لقيت السناب عندي محروق مسجات زين زين زين، خلي هي تمسح الستوري، مبينة ماما ميدو وراها، هي مش منتبهة، زين 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 زين. وحتى أنا، يعني أنا كمان إحنا رايحين على المساج، هي عم تصور المنطقة، أنا مبين كان طرف مني. المهم على السريع هي مسحت السنابات. هلا أنا بقول إنه كل واحد عنده شرف وعنده دين وعنده مخافة الله. أظن إنه اللي عنده شرف ومخافة الله وعنده أم وخوات، اللي عنده شرف وعنده مخافة الله، اللي عنده شرف وعنده مخافة الله، مخافة الله. انسوا كل إشي، بتحبوني ما بتحبوني، بتكرهوني بتتابعوني، أنا آخر همي، أنا ما بيهمني. أنا بعرف حالي والحمد لله، عايشة حياتي ومكملة أموري. هاي القصة أنا عديتها من زمان، من 9 سنين أنا على هاي الحالة وهذا القصص والحمد لله إلي محبيني أكتر من مش الكارهين، لأنه فيش إشي اسمه كره بالحياة. اللي ما بيحبوني إقلال، ولكن المحبين الحمد لله رب العالمين. وهذا الإشي بثبت وجودي في السوشيال ميديا، بثبت وجودي ببراندي، وبثبت وجودي بالفيدباك لإعلاناتي وأي إشي أنا بنزله شو الصدى تبعه الحمد لله. وبثبت وجودي في وجودي بالمول، بالشارع، بأي مكان بكون فيه. مش موضوعي أنا آخر همي، موضوعي أمي. هلا اللي عنده شرف ودين وأخلاق، واللي عنده شرف ودين ومخافة الله، بعت أوكي إلي ولهيا إنه زين في ستوري تصور بالغلط، هي مش منتبهة، امسحوا الستوري. على العين وعلى الراس، لأنه هدول ناس عندهم مخافة الله. أما اللي ما عنده دين وما عنده مخافة الله وشرف، ما في، يعني شرف مش مارق مروق لا بحياته ولا بحياة أهله ولا بحياة أمه. واللي بيتحدوا رب العالمين، أنا بسمي هدول الناس ما بيخافوا الله، عندهم يعني واصلين لمرحلة إنه بتحدوا رب العالمين وعم بهزوا عرش ربنا، اللي هو هاي الشغلات خط كتير أحمر. أنا أمي خط أحمر بحياتي، بتحبني ما بتحبني هاي مشكلتك، ما عندي أي مشكلة مع أي نقد بيجيني. تعودت إلي 10 سنين على السوشيال ميديا، تعودت على هذا الموضوع. ولكن الأم عندي إياها خط أحمر. اللي ما عنده شرف، اللي ما عنده شرف ولا دين، بهاي اللحظة اللي هي صورت الستوري بالغلط وبينت ماما وأوكي، أخذ سكرين شوت. تمام. طبعا أنا كل شخص أخذ سكرين شوت لأمي العفيفة الطاهرة الشريفة اللي صرمايتها بتسوى السحلية، بتسواك وبتسوى أمك وبتسوى أهلك وبتسوى كل عيلتك، يلي ما عندك شرف ولا دين ولا عفة ولا أخلاق. يلي أنت، يعني أنا إلي 3 سنين تاركتك تحكي لأنه ما بيهمني، يعني كلامك كله تحت سرمايتي. تمام. لأنه الواثق من حاله بيعرف حاله، ما عنده مشكلة.
بدعس بنزين وبمشي، لأنك أنت تحت سرمايتي، أنا داعسة عليك تحت سرمايتي. أوكي، بس اللي زعلني الناس اللي عملت سكرين شوت. اعتبر إنه أنت أو أهلك انحطوا بموقف نفس الموقف اللي صار مع هي أمك أو أختك أو مرتك، حدا من العيلة كانوا طالعين رحلة وتصوروا، حدا تصورها بالغلط ونزل وأخذوا سكرين شوت ونشروا. شو شعورك؟ أنا عندي بس هذا السؤال، شو شعورك؟ طبعا المدوعر ابن المدوعرة نزل صورة ماما. بدي أحكي لك شغلة كتير مهمة. الأم ربنا وصى فيها، تمام؟ وخطية ماما ميدو، المرأة المكافحة الشريفة العفيفة اللي بدموع عيونها ربتنا وعلمتنا وكبرتنا وصبرت وشافت الويل بحياتها، تيجي أنت بكل حقارة ودناءة. أنت أصلا أنت دين ما عندك، أنت شرف ما عندك، أنت لا عندك شرف، أنت أصلا يعني. فأنت واصل لمرحلة أنك بتتحدى ربنا. أنا لهون أنا أشوفه يعني أنت إلك سنين بتبعبع وبتحكي وبتنزل قصص وروايات من راسك وقصص بتحكيها أنت عن حالك، لأنه أنت هيك، أنت بدون هالمستوى وبدون هالقذارة، فأنت بتمثل نفسك قاعد بأشخاص تانيين. بس إنك تنشر هاي الصورة وتنزل وتكتب بكل كمان حقارة إنه ها هي صورت أمها بالغلط، وتعمل زوم على الصورة وتنزل الصورة بكذا أكاونت وتنزل الصورة عندك بكذا أكاونت. يعني بدي أحكي لك شغلة، خطية ماما ميدو خطيرة كتير، وتذكر كلامي وسجلوا هذا الفيديو عندكم والتاريخ اليوم وتذكروا كتير منيح. وعندي يقين كتير كبير. شوفوا، أنا إلي خطايا من ناس قبل حكت عني، وأظن إنه كل الدنيا عرفت شو صار فيهم، تمام؟ لأنه أنا شوف شو بعمل، بروح برفع قضية، بس قضيتي الكبيرة وين برفعها على رب العالمين. وراس ميدو اللي نايمة جوا، وراس ميدو اللي ما بحلف فيها كذب، إنه القضية بالمحكمة ما بتكمل، لأنه رب العباد قضيته بتسبق قضية المحكمة، وبياخد لي حقي تالت ومتلت بطريقة بتعجب منها. يا سحلية يلي لا عندك لا ذمة ولا ضمير ولا شرف، ويلي انت قاعد، يعني أنا يمكن كل اللي انت عملته كان كوم، وأمي كوم تاني. أمي المرأة المحجبة العفيفة الشريفة الجدعة اللي قد حالها، اللي صرمايتها بتسواك وبتسوى راسك وبتسوى راس أمك وأهلك وعيلتك كلها وعشيرتك كلها، تمام؟ اتأكد مليون بالمية إنه خطية هاي المرة راح تكون عبرة. وأنا عندي يقين إنه يا سحلية لا تكون عبرة لمن اعتبر، لا تكون عبرة لكل الأمة الإسلامية ولكل العالم، عشان كل واحد بيتحدى ربه، كل واحد بيتحدى ربه بشرف الناس وعرض الناس، يتذكرك وتذكر. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، سجلوا هذا الفيديو، سجلوا هذا التاريخ وهذا اليوم. هذا السحلية اللي إجا بأم كتير، وهو عارف، وهو إله فترة طويلة تارك كل إشي بحياته، 2 حابس حاله بالغرفة، وعارف إنه الكلام علي ما رح يهزني ولا رح يهز شعرة من راسي، بس هو كان عارف إنه كلامه على أمي يمكن أنا هي الإشي الوحيد بحياتي، نقطة ضعفي، والإشي الوحيد اللي ممكن يهزني. ما هزني كل إشي قد ما هزني الإشي القذر الوسخ اللي أنت عملته، والقذارة والأوسخ من هيك الناس اللي
بتفكر حالها إنه هي بتعرف الله وبتصلي وبتحكي عن الدين وعن الإسلام، اللي انتو الدين والإسلام مش مروق من حياتكم إنكم تعملوا سكرين شوت لمرة كبيرة بالعمر ما إلها ذنب، قاعدة بإجازتها، اللي أنا كل الإجازة هاي سافرتها كرمالها وكرمال تنبسط، وغلطة وبتصير معانا كنا، مش بس هيا إنها صورت وبالغلط ومش منتبهة من الشمس اللي جاي بينت أمي وراي، أوكي المحجبة بينت وأخذت سكرين شوت. اتذكروا كتير منيح، كل واحد أخذ سكرين شوت ونزل. إلك أم، إلك أهل، إلك أولاد، إلك بنات، الدنيا دوارة ورح تلف عليكي وعلى بنتك وعلى ابنك وعلى أمك وعلى أختك وعلى ستك عليكم كلكم، رح تلف عليكم واحد واحد. اتذكروا كتير، وتذكروا انه انتوا اللي عم تعملوه من الكبائر عند رب العالمين. يعني انتوا عم تتحدوا ربنا قاعدين، انتوا لا بتتحدوني ولا شيء، انتوا بتتحدوا رب العالمين. انتوا من الكبائر اللي ربنا ممكن يسامح بكل شيء، يسامح بكل شيء إلا بهاي الشغلات. فبدي أقول لك يا سحلية، صدقني إنك صدقني والله، أنا هذا الستوري جاد فيه، وأنا إلي 3 سنين ساكتة ما رديت عليك ولا بإشي، ولا بإشي رديت عليك، لأنه أنا في قضاء أردني وفي قضاء أوكي في كذا بلد رافع عليك قضية، وعليك انتربول، يس عليك انتربول، وقريبا كمان حيكون عليك انتربول من بلد تانية. ولكن قضيتي الكبيرة رفعتها لربنا. وأمي اللي دخلت هلأ تنام، اللي دخلت تنام وهي زعلانة تمام ومقهورة من جوا، أنا بعرفها إنه شي صار مش ذنبها وشي. تخيلوا بس انتوا تخيلوا، ربنا بيستر على عبده، رب العباد بيستر على العباد، العباد بيفضحوا ببعض. يعني انتوا متخيلين انه رب العالمين اللي خلقنا وخلق كل الدنيا هو بيستر على عبده، وعبده بيفضح بعضه، وهي مش فضيحة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. من يومنا ما في إشي هالقد بيمس بسمعتنا ولا بشرفنا نزل لأن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما حدا قادر يمسك علينا إشي، لأنه ما عنا إشي، هيدلنا حياتنا منصورها، طلعاتنا، لبسنا، ما عنا إشي مخبى. انت اللي عندك مشكلة مع نفسك، انت اللي عندك مشكلة مع نفسك. هلأ شو مشكلتك معي؟ انت شو مشكلتك معي؟ انا لهلا ما بعرف يعني شو المشكلة الأساسية اللي انت معي، ما بعرف. انا اللي بعرفه انه انا المشكلة بلشت اوكي يوم ما نزلت على اختي مش صاحبتي، هي اختي، لما بلشت فيها لديما اصلا بعت لك الفويس اللي انت ماسكه 24 ساعة بتقول شوفوا كيف بعت لك فويس قلت لك اذا بتحكي كلمة عليها طالعة نزل اعمل واسوي فيك لانها اختي، لاني دخلت بيتها واكلت من اكلها، لانها هاي البنت عن مليون زلمة، لانه اللي بصرمايتها وصرماية زوجها واهلها كلهم عن عيلتك وعن راسك كلها، يلي تشمت بابنها وبمرض امها وتشمت بأطفال وحكيت وعملت، بس كله كوم. واللي عملته من يومين كان كوم تاني. واللي ضمن الناس القذرة اللي أخذت سكرين شوت ونشروا هي واحدة أوكي، شو كان اسمها؟ كمان يومين أنا نازلة أشتكي عليكي، يلي نزلتي بوست كتبتي أحا، أنا حورجيكي الأحا على أصولها، أنت حتشوفي الأحا على أصولها، لأنه أمي خط أحمر، أمي روحي بفديها. إن شاء الله الأحا بتصير أحا بحياتك وبتدور الدنيا وتصير أحا بحياتك على أمك أو بناتك أو عليكي، والناس تصير تقول أحا أو قرايبينك أحا
على العار اللي رح تعمليه، على شيء ما إلها ذنب، طالعة تنبسط برحلة متسطحة علي ولابسة البكيني تبعها بالفيلا وخاصة وما حدا شايفها، هيا مش منتبهة من ضربة الشمس وبينت شو صار ولكم شو صار؟ يخرب بيتكم من حالكم، ولك يخرب بيتك من حالك، ولك حسبي الله ونعم الوكيل، هاي أنا ليل نهار بدعي عليك، ولك الله لا يبارك لك بحياتك، ولك إن شاء الله يا ربي الله بينتقم منك، وكل دعوة دعيت عليك وكل دعوة أمي بقهرها وزعلها إن شاء الله يا ربي بتصير عبرة لمن اعتبر، يا رب يا سحلية تصير عبرة لمن اعتبر، عشان كل إنسان يتعظ لما بيجيب بسيرة شرف الناس بس عشانه حقود وغيور وما بحب يشوف الناجح ما بحب يشوف حدا مبسوط. اتأكدوا وتأكد إنك حتكون عبرة لكل العالم، وتأكد وسيف الستوري تاعي عندك عشان تتذكر كلام قديش كنت أحب السوشيال ميديا، ويمكن أنا من أول واحدة بالأردن أنا كلها دخلت السوشيال ميديا على الأردن، وعرفت ما معنى السوشيال ميديا، وعرفت ما هو المحتوى والماركتينج والإعلانات. أنا اليوم قرفانة من إشي اسمه سوشيال ميديا، مش قرفانة من السوشيال ميديا نفسها، قرفانة من كمية الحقد والغل انتوا بتحكوا عن الكفر وعن الدين وبتعطونا مواعظ، اعطوا مواعظ لنفسكم. بتحكوا عن المواعظ، تعطوا مواعظ إلنا إحنا المشاهير، اتقوا يوما إليه ترجعون، وما بتخافي وإنتي مشلحة تموتي، اتعظي لنفسك، أعطي موعظة للسانك. ليش هو الدين بس بالسفر وبالراحات وبالجيات وباللبس؟ الدين مش أول إشي هو أخلاق وكلام تحفظي لسانك عن شرف وأعراض الناس؟ إنتي شو بتعرفي عني وعن حياتي؟ انتي شو بتعرفي عني وعن حياتي؟ انتي شو بتعرفي عني وعن حياتي؟ انتي شو بتعرفي عن تفاصيل حياتي؟ انا كيف عايشة، كيف وصلت، شو شفت بحياتي، امي شو شافت بحياتها؟ انتي شو بتعرفي؟ انتي شو بتعرفي؟ بس للأسف السوشيال ميديا خلت الغل والكره تبع الناس تطلع الناس صارت تاكل بعض، انتوا صرتوا تاكلوا بعض، عم تاكلوا بعض أكل، ولكم عم تاكلوا بلحم البشر على السوشيال ميديا، انتوا عم تاكلوا بلحم البشر وأعراض الناس على السوشيال ميديا، وبتحكوا باسم الدين والعفة والشرف، واتقوا يوما إليه ترجعون. طب اتقي لسانك وقصي لسانك عن شرف وأعراض الناس، ما بتعرفي؟ ما بتعرفي؟ ما بتعرفي؟ حتكون يوم من الأيام محل أي حدا ممكن إنه بالغلط يصور ولا إشي، وإن شاء الله يكون في بعيلتك ناس ما بترحمك. قديش في بنات راحوا ضحية ناس صوروهم بالغلط، أو ناس نشروا لهم صور بالغلط، أو بنات صوروا بعض بالبيت وانتشر الفيديو. قديش في بنات راحوا ضحية من وراء هذا الموضوع، وأهاليهم ما رحموهم، ولا مجتمع رحمهم، ولا مجتمع رحمهم. أنا بالنسبة لي قلت لكم معدية، أنا عايشة مرحلة الطز 2 3 4، لأنه ثقتي بنفسي كتير كبيرة. أنا واحدة تانية على كل إشي صار معي بالسوشيال ميديا من زمان سكرت كل أكاونتاتها، بس لأنه اللي عارف حاله وديله ما فيه إشي الحمد لله رب العالمين، داعسة بنزين وطالعة. والشجرة دائما اللي عليها فواكه ومثمرة الناس بتروح عليها بترميها بالحجار، بس الشجرة اللي معفنة اللي ما عليها مين متطلع عليها وشايفها؟ هذا نجاح أنا بالنسبة لي ومبسوطة. بالعكس أنا هذا الإشي ببسطني، أنا دائما بنبسط لما بصير دائما إلي بروباغندا وأحداث وقصص، وأي إشي بعمله بصير ترند بالحياة، أي إشي. يعني شفتوا الفيديو اللي نزلته ريل على الانستغرام، جاب ريتش، يعني أنا بس المقرفصة فيه لابسة فيه طاقية بس هيك سكند، يعني هيك ثواني اتخطى ال500,000. والفيديو اللي أنا عملته حملة لأطفال الكانسر اللي قدمت فيه بوريك وعملنا إشي إنساني بيرفع الراس، ما جاب ريتش قد هاد.
مش موضوعي أنا اليوم طالع أحكي. أنا اليوم طالع أوجه لك كلمة واحدة. قريبا يا سحلية يلي ما عندك شرف، تمام؟ يلي داعستك تحت سرمايتي رح تكون عبرة لكل العالم. وتأكد اتأكد والشي اللي رح يصير لك رباني. انسوني أنا وانسوا حياتي وانسوا هيا وانسوا كلها. الشي اللي حيجيك رباني من وراء دعوة مرة مظلومة عفيفة شريفة نايمة جوا، هلأ نامت زعلانة. حطوا حالكم محلي. هاي ربنا وصى بالأم شي كتير كبير بالعالم بالدنيا كلها. الأم ربنا وصى بالأم. انتوا قاعدين تتحدوا ربنا، ولك انت يا عايب يا ولك انت قاعد تتحدى ربك، قاعد تتحدى ربك بأعراض الناس، قاعد بتتحدى ربك بأعراض الناس، شرف الناس، وعمين جاي ولك على ميدو على أمي اللي هي كل أم بالعالم، هي أمنا، اللي هي كل أم من أمهات العالم هي أمنا. أنا كل أم بشوفها من صحبات ماما بنتيها يا أمي. بس استنى، أنا أوكي أنت محبوس مؤبد بالبيت عندك وما بتقدر تطلع، ما بتقدر توصل الجسر. شايف الجسر تبعكم؟ ما بتقدر توصله. الجسر تبعكم ما بتقدر توصله. وحتى لما بتطلع، إذا طلعت قعدت بمحله بتنزوي، ما بتبين أصلا المكان اللي أنت قاعد فيه. اللي إنه أنت الخوف والرعب اللي موجود، فيك لأنك عارف إنك أنت أبدعت، فظعت، حكيت سيناريوهات، كل قذارتك الداخلية حكيتها وجسدتها بأشخاص هن بريئين ومظلومين من كل كلمة أنت حكيتها ورح تتحاسب عليها. بس حسابك غير القانون طبعا اللي حياخد إجراء قاسي معك، لأنه قانوننا الأردني قانون كفو بصراحة بفش القلب، وغير قوانين البلدان الأخرى المرفوعة عليك طبعا، وغير الانتربول. ربنا عقابه حيكون إلك يا سحلية. يا الله، يا ويلك من ربك، يا ويله يلي ما بيخاف ربه، يا ويله اللي ما بيخاف ربه، يا ويله اللي ما بيخاف ربه، يا ويله اللي بيجي على أم ربت بناتها بدموع عيونها. يا ويله. وحتى اليوم أمي بقولها يا أمي ما تخافي، حقك رح تاخديه ثالث ومثلث. تقولي لا يا أمي، أنا عندي طمأنينة جوا قلبي إنه ربنا رح ينصفني وحياخد لي حقي بطريقة كتير رح تبرد قلبي. وأنا قلبي بارد هيك علي قبل ما تفوت تنام. تقولي قلبي بارد هيك، أحس بطمأنينة، قلبي بارد إنه ربنا رح ينصفني. لأنه البشر صارت بتخوف. أظن إنه بحياتنا هلأ بالوقت اللي كترت فيه الغل والقذارة والوساخة والوحوش وصفت عندهم أعراض الناس وشرف الناس بالنسبة لهم زي كأنهم بياكلوا علكة أو بيبذروا. فصفى الإشي الوحيد اللي ممكن
إن أنت يعني ممكن الإشي الوحيد اللي يبرد قلبك هو شكوتك لربنا، وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل هي اللي تكفي. وسألوني أنا، سألوني أنا أخذت حقي، أخذت حقي من اللي قبله، تمام، بس بستنى حقه. ما بستنى هلأ أخذ حقي منه للسحلية، أنا عم بستنى حق أمي تاج راسي اللي ربتنا بدموع عيونها، اللي كافحت بدنيتها وحياتها وصبرها وكل شي. عم بستنى أشوف حق أمي ربنا كيف حياخده منك، وحتكون موعظة لكل الناس. وإن شاء الله إنه الناس شكولاتك اللي بيتابعوك، أظن إنه ما في حدا بيتابعوك، يمكن أنت عامل فوق 5000 فيك أكاونت من صحباتك اللي ببعتوا بردوا، بس إنهم يتعظوا فيك لما يشوفوا اللي حيصير فيك، لما يشوفوا اللي حيصير فيك. بتمنى لكم إنكم تعزوا، بتمنى لكم، لأنه يا ويله اللي ما بيخاف. فكنت لازم أطلع أحكي بهذا الستوري لأنه الموضوع زاد عن حده. وزي ما قلت لكم السكوت هو قوة، بعمره ما كان ضعف. إني أنا كنت ساكت له كل هاي الفترة لأنه السكوت هو قوة، والرد هو هون بالعقل، وكيف أنت تتصرف بالإشي الصح. إنك أنت حابس إنسان بغرفة بين 4 حيطان، إذا بده يطلع بيطلع مول أو بيطلع بمطعم بنزوي بخاف يبين هو وين، وبيبعت واحدة من صحباته هاي كيفك، انت اليوم الله خليك، الله لي ردهم صحباتك يعني عرفت، انت كل فلسطيني بتبزق عليك، انت ناسي القتلة اللي اكلتها من فترة، ناسي القتلة اللي اكلتها اللي اجوك على باب البيت ضربوك، ولك انت كل فلسطين بتف عليك لانه انت اصلا ولك رجال فلسطين ظلم. انت لا تعد زلمة، انت الانوثة اللي فيك بتحطني بجيبتك، انت انوثتك، الانوثة اللي فيك يا أديرة. يعني شوفوا الفجر اللي فيه، هو فجر وحدة أديرة، مرة، انت مرة. وحتى النسوان ما بيعملوا زيك، يعني قديش في مثلا نسوان آرحات وممكن يحكوا يقيموا القصص بس انت ماخذ بين الأدارة وبين انت هرموناتك، ما بعرف كيف الله خلقها هيك، في هرموناتك في اشي غلط، او انت بتضرب هرمونات يعني فجورية أنثوية زيادة، فيها دهرنة، فيها عهر، انت عندك يعني بتاخد هرمونات عهر زيادة، عشان العهر اللي انت فيه انا ما شفته لا برجال ولا بنسوان. انت جاي بالنص، انت مش معروف جنسك اصلا، انت مش معروف يعني شو جنسك، انت شو اصلا، يعني اجمالا من بعد اصلا انت ما بلشت تحكي على اعراض الناس، شرف الناس، ولك انت اذا بنت عندك بتفوت على اللايف بتحكي كلمه من الزنار وطالع لك، انت مين بدك تامن فيك، ولك انت مين بدك تقول لك مرحبا، مين بدك تقول لك مرحبا، ولك انت شرف ما عندك، لا انت ولا اللي خلفوك شرف ما عندكم، انت ما إلك كبير، ولك اصلا انت لو إلك كبير، ولك انا ليلة ما بخليك تطلع على السناب، بس انت ما إلك كبير، يعني انت فوق القضايا كلها. يعني محامية ومحاميين بفلسطين بيقولوا لي ما إله كبير، يعني هو ما إله كبير، فالت، يعني هو ابن شوارع فالت، ما إله كبير انت. فاللي ما إله كبير يعني وأديرة وفاجر عاهرة، انت عاهرة، انت العاهرات اصلا ما بيعملوا زيك. فعند امي كانوا خلص، يعني فقلت اليوم لازم اطلع واحكي، لانه انا تليفوني من يومين لحد قبل شوي سكرت اخر مكالمة من دبي، والله العظيم ما هدي تليفوني من كمية الناس اللي بتعشق اشي اسمه ماما ميدو، ومغلولين ومحرورين بيحكوا معي بيقولوا لي يا عمي ميدو امي، يا عمي
شباب وبنات وناس ويعني شخصيات وقيم وحطوا بقولوا لي يعني زي ماما ميدو زي أمنا. يعني إحنا كنا بنتعرض إنه نصور عيلتنا ولا نصور أمي ولا أختي بالغلط، بس مش هيك، مش هيك. ول 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 ول. فبس طلعت بس هيك أذكرك سحلية إنه بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى حق أمي قريبا رح يتاخد ورب. فأنا متأكدة إنه رب العالمين، شوفوا ميدو هيك عندها إشي ما رح أقدر أحكيه، هو بينه وبين ربها، بس ما بتصدقوا هاي الإنسان اللي هي أمي، هاي المرأة القوية العفيفة اللي كندرتها على راسي. صدقني يا سحلي حتكون عبرة لمن اعتبر لكل الدنيا. يمكن بصحتك هلأ، رزقك ما أظن لأنه أنت مش ملاقي تاكل هلأ، يعني يمكن بأغلى ناس عندك، بأهلك، يمكن مرض، يمكن ما بتعرف. أنا رح أستنى، أنا قاعدة هلأ هيك خلص برات قلبي وتوكلت على رب العباد. وأمي اليوم دعت دعوتين لرب العالمين، دخلت هيك نام تقول لي خلص يا أمي صار عندي هيك طمأنينة وقلبي ارتاح إنه ربنا ما رح ينسى حقي وحيرد لي حقي. بس وكل حدا أخذ سكرين شوت من سناب هيا رح أقولكم كمان، برجع بذكركم، ما بعرف إذا يعني هن مقلين اللي أخذوا سكرين شوت. رح أقولكم إنه الدنيا دوارة، وكما تدين تدان. حيجي حدا يصورك، صور بنتك بس تكبر، صور أمك، صور أختك، صور بنتك. الدنيا دوارة، الدنيا بتلف وبتدور، الدنيا كارما. الحق بيرجع، الظلم ما في، دعوة المظلوم ما إلها حاجز، دايركت وتلف. أنا عم بحكي وبدني عم بقشعر لأنه أنتوا ما عم تصدقوا الإشي اللي أنا عم بحكي قديش كبير، قديش بهز عرش رب العالمين، بهز هذا هدم الكبائر عند ربنا. بس ما بعرف يمكن الناس ساهية عن هذا الإشي ومركزة على المشاكل. يمكن الناس ساهية عن الكبائر وساهية عن الكلام بأعراض الناس وشرف الناس، ودايرة ورا المشاهير على قولة البستي اتعظوا، اتقي يوما البستي اتشلوحتي، وناسية الكومنتات والحكي بالشرف والعرض، ناسي انه هذا من الكبائر عند رب العالمين. حبيبتي الله يهدي من يشاء، اتركوا الخلق للخالق. لا أنا ولا أنت رح نحاسب بعض على الأرض. في قيامة، في يوم قيامة. ربنا عمل يوم قيامة ليش؟ عشان يحاسب كل إنسان شو عمل بدنيته. لا أنا رح أجي أحاسبك ولا أنت حتيجي تحاسبني. في آخرة، وكل إنسان هو المسؤول عن أخطائه وعن حياته وعن تصرفاته حيتحاسب. فقبل ما تعطي موعظة وتقولي لي اتقي يوما إليه ترجعون، واتقي يوما وما بتخافي تموتي وانتي بتسبحي، وما بتخافي تموتي وانتي مسافرة، وما بتخافي تموتي وانتي بترقصي، وأنا كمان بقول لك ما بتخافي تموتي وانتي قاعدة بتكتبي وبتعلقي وبتحكي على شرف الناس وبتحكي على شرف المشاهير وبتشلي بعرضهم وتكتبي عليهم تعليقات وبتسبيهم وبتحكي على شرفهم. كمان انتي اتقي يوما إليه ترجعون، لما تكوني تقعدي تكتبي على المشاهير وتسبيهم وتسبي أهاليهم وتحكي بعرضهم وشرفهم. اللي بده يهدي بالإشي المعقول بدون ما يقعد يعطي مواعظ ويسب ويغلط. وكل واحد خليه بحاله وبحياته، مش ناقصنا. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سحلية، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وخليك محبوس بغرفتك مؤبد. الجسر بالأحلام حتصير تشوفه، مش المطار، الجسر ما رح توصله.